السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيتكم بوصفه تليتلي بالخضر في هذه النهارات، على بالكم البرد 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 البرد. جيتكم بتليتلي، وصفه لذيذه اقتصاديه تشهي تشهي البنات. قبل ما نروحوا للوصفه يا البنات، ما تنساوش ديروا لي بارطاج للفيديو باه الفائده تعم ويستفيد غيركم. ما تنساوش تدعموا القناه، طبعا بتفعيل زر الاشتراك والجرس. نروحوا الان للمقادير. واش عندنا هنايا تليتلي على حسب افراد العائله اللي عندك. انا هنايا عندي رطل، يكفي 5 افراد، وقيسي عليه خمس اشخاص. هنا فتحت الساشي تاع تليتلي، درتو في صينيه تاع الفرن ودرتو يتحمص في الفرن. كاين اللي ما تقدر، اللي ما عندهاش الفرن تقدر تخدمه في القلاي. انا نحب نخدمه في الفرن، اسرع واسهل. من جهه نجيب بول ندير فيه 2 كيسان تاع ماء، نضيف لهم 2 ملاعق كبار تاع زيت او 3، ونخلوهم بجهه. كي يتحمص التليتلي نتاعنا، راني خرجته هنايا من الفرن راه سخون، نحطه مباشره على هذاك الماء يتشرب بالماء، ونخلوه يرتاح ربع ساعه يتشرب هذاك الماء، ونروحو نحضروا المرق تاع التليتلي. المرق واش عندنا فيه؟ عندنا الخضر، عندنا بطاطا منقيه، عندنا دجاج، عندي هنا كويسات، عندنا حشاوش لفت، حبه طماطم وحبه بصله، والتوابل عندنا هنا عكري، توابل الشاورما، راس الحانوت، وقرفه عود. نقطع الخضره نتاعي، نقطع البصل، نرابي هذيك الطماطيش ونقليهم في الزيت. نديرو 3 ملاعق تاع زيت، نحطهم فوق النار يتقلاو. الدجاج تاعي مع البصل، نضيف الخضر بعد ما قطعتها. عندنا لفت وبطاطا، من الاحسن بطاطا وكورجيت، انا ما كانتش عندي الكورجيت درت لفت، مش مهم عادي. الخضر اللي حبيتيه ندير التوابل تاعي، نرمي التوابل تاعي، نضيف لهم الماء سخون نمرق به، نحرك شويه ونضيف الماء سخون. نغطي كامل هذيك الخضره نتاعي، ونخليها تغلي. الملح طبعا ما تنساوهش. نروح للتليتلي تاعي هذاك بعد ما شرب هذاك الماء وتنفخ، نحركو ونديرو في كسكاس ونفورو. انها طريقة التحضير تاع التليتلي في هذه المرحلة كيما الكسكس، نفس الطريقة، 3 فورات. الفورة الزاوجة نديرو فيها الملح، ومن بعد نوريكم واش ندير. كما راكم تشوفوا درتو هنا في الكسكاس، نديرو فوق النار ونغطيه.
بعد ما فار لي تليتلي نفرقه هنايا في جفنة ونضيف عليه قليل من الماء البارد، نرشو غير واحد النص كاس تاع ماء نرشو به، ما نكثرش الماء ياسر، راه ما يشربش الماء ياسر هنايا في هذه المرحلة. خليه يبرد شوية يرتاح واحد 10 دقائق ونعاود له الفورة الثانية. هنا ها هو فار الفورة الثانية، نكرروا نفس العملية، نزيد نرشو بنص كاس تاع ماء بارد ونخليه يتشرب 10 دقائق ونعاود نرجعه ثاني يفور. هنا الفورة الأخيرة نضيف الملح ونزيد نرش بنص كاس تاع ماء ونخليه يروبوزي 10 دقائق. هنا نعاود الفورة الأخيرة طبعا نغلق عليه، نضع الغطاء الكسكس. ها هنا يفار، بعد ما يفور مباشرة نضيفه على المرق نتاعو، خليه يتجمر شوية في المرق نتاعو. هنا طبعا الخضرة راها خلاص طابت نسبة 80%. نقص النار هنا في هذه المرحلة، خليه يتجمر على نار هادئة باه ما يشربليش كامل هذاك المرق وينشف لي. نغطيه نروح نحضر الدرسة اللي راح نضيفها من الأخير. هنا راني طفيت النار، نضيف عليه هنا الحشاوش مقطع، ثوم مقطع، فلفل أكحل، وعندنا هنا التابل بسباس مرحي وكمون. نحرك خلط الحشاوش مع التليتلي والخضرة، والطبق تاعنا صار جاهز. ها هو ليكم هنا البنات في صحن التقديم. كنت حمرت الدجاج، ضفت معاه شريحة تاع ليمون، جاي يهبل يا البنات. هنا هذا التليتلي ماهوش معجن، بنا حمصناه في الفور وعنده واحد المذاق خاص. شهيتكم في الجنة، ان شاء الله تجربوا الوصفة وتردوا لي في التعليقات. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ومع السلامة في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم في رعاية الرحمن.